اشترك في القناة والضغط لايك ليصلك كل جديد في قناة لوفي أنمي. الراجل ده عنده هالة قوية قوي. ده أنا حاسس بيها من بعيد. إيه مستوى قوته؟ وإيه اللي جابه من غير دعوة ده؟ حتى مفيش مهرجان. الغريب إن كل ده مخفف ضغط هالته. إيه ده؟ ممكن يكون بيختبرني. ده حتى ما قالش كلمة. أعمل إيه؟ ايه ده؟ الحشرة الأم بتقولي إن الرجل ده تهديد عليا وبتطلب إنها تفترسه. أعمل إيه؟ ده مش كويس. إيه ده؟ تحذير من النظام. الوضع خارج عن السيطرة. الحشرة الأم سوف تبدأ بالافتراس. ايه ده؟ ايه القوة الجبارة دي؟ دي كل ما يكون اللي قدامي عنده قوة كبيرة، الحشرة بتكون عدوانية أكتر ومش هعرف أسيطر عليها. أنا لازم أروح أدور على وحوش عشان الحشرة الأم تفترسها. ده كان قصده الاستفزازات دي عشان يعرف قوتي، لكن لحسن الحظ قدرت أوقف ليتل ميمي. ده اسم الحشرة، الأمة الجديدة. أنت قوي جدا وهتبقى مستقبلنا، وقوتك مش هتبقى ليها حدود. هو تقريبا ما كشفنيش. اسمي جي جانج، وأنا قائد الحرس الليلي. ده طلع من الحراس الليلي. حراس الليلي هم منظمة مخصصة لقتل الوحوش. لما بتفتح زنزانة جديدة هم أول ناس بيروحوا بيقضوا عليها. بما أنهم في الخطوط الأمامية هم أكبر نسبة وفيات، عشان كده الناس مش بتتجند هناك. بس عندي الأمر مختلف. ليتل ميمي عايزة دم ولحم الوحوش للتكاثر. بالنسبة للطريقة الماشيين بيها، أنسب طريق ليا ممكن تكون سمعت خرافات عننا، ولكن كلها قصص فقط. مش محتاج تكمل. أنا موافق. هيبقى من واجبي إعادة مجد الحراس الليليون. أنت متأكد من اللي بتقوله؟ بس ده لسه يوم مجازتي. في حاجات كتير لسه هعملها. هودي التقرير للمقر في الوقت المحدد. أشوفك بعد 3 أيام. أنا بحسب الموضوع هيطول. ما كنتش متوقع إنه هيبقى بالسهولة دي. بس نسيت أسأل عن مهنته الخفية. هو إذا سريع كده؟ هو ده الزعيم الثامن لأكاديمية فنون الدفاع عن النفس. أنت هنا جاي تسرق المواهب، بس خلاص راحت عليك. الأستاذ رد وقال: هو فين الطالب صاحب المهنة المتعلقة بالحياة إلا في مستوى الحاكم؟ أنت بتقصد إيه بنظام الحياة؟ رد الأستاذ: أنت أكيد مش هتخلي واحد من المهنة دي ينضم ليك، صح؟ هي الزلازل اللي كانت في المدينة بسبب الطالب ده. على الرغم من إن فئة الحياة ما ينفعش يقاتل، بس في شركات بتزرع النباتات هتحتاجك. كنت بتمنى أن أبوك وأمك يكونوا عايشين. شكرا ليك على مساعدتك طول السنين دي. أنا مش هنسى الجميل ده. الفتى بيقول متشغلش نفسك بالوحوش الصغيرة، سيبها لي. دي صدفة كويسة إننا اتقابلنا. معلش معداتنا مش قوية بس هتنفع. رد جينج وقال له شكرا ليك. إشعار من النظام: مبروك، أكملت فريق. يلا نخش العالم السري. إشعار: العالم السري عالي المستوى من الرتبة سي، معبد الموتى. إشعار من النظام: سوف يقوم العالم السري بإسقاط الدعائم والمعدات بنسبة 100%. وسيبدأ حساب خبرة العالم السري بعد اكتمال العالم السري. إذا هربت في منتصف الطريق فسوف يتم التخلي عن الخبرة والمعدات. الفتى قال: ليه النظام دخلنا مستوى صعب كده؟ جيانغ قال: شكله مش من السهل التعامل مع الوضع ده. أنا عارفة إن السبب جيانغ من مستوى عالي، عشان كده النظام اختل. رد الفتى وقال: بس جيانغ من مستوى الحياة، هنعمل إيه؟ أنا هتصرف، وبما أن العالم من مستوى عالي يبقى حينزل معدات ثمينة. جيانغ، أقف بعيد. دول جنود الموتى الأحياء أقوى من جنود الرتبة سي. ارجع، سيبني أهاجم جورت. أول وحش. شياو، اديني موهبة التعزيز. ماشي. هو لازم يقاتلوا الوحوش دي كل يوم عشان يعيشوا. عشان كده كل يوم بيجي متعور. عايز أبقي أقوى بسرعة عشان أجمع فلوس وأعبر عن امتناني ليهم. ليتل مي قالت: سيدي، في وحوش كثيرة هنا وريحتها لذيذة، عايز آكلها. رد جيانغ قال: تعال نجرب موهبتي لأول مرة. اتفضل يا ليتل ميمي، الوحوش بحد بتاعتك. شكرا يا سيدي. لقد دابت الوحوش فور لمس سم ليتل ميمي. إشعار: مستوى الوحوش منخفض، سيؤدي بطء عملية النمو. ضباب السم:
هذا عبارة عن هجوم بعيد المدى ومش هقدر أتحكم فيه. أداء رائع يا ليتل ميمي. سيدي، يوجد طعام طازج هناك. شاد ووكر. قر القوة 2. خفة الحركة 15. الدفاع 10. الطاقة 5. المستوى 10. هو اسمه بالأحمر، يعني مستواه أعلى من مستواي. فتح نافذة النظام. الاسم جيانغ تشين. المستوى الأول. قيمة البلع 1. الهوية زيرغ أوفرلورد. المهنة مزارع رحي على مستوى الملك. الموهبة نمو كل الأشياء. المستوى 1. الموهبة التطور الذي وهبه الله. المستوى 11. الموهبة شجرة الأجداد لكل الأشياء. المستوى 1. أنثى الدودة شياو جيو. ميازها ذات الأجنحة 9. مستوى الكارثة الطبيعية. المعدات لا شيء 35. القوة 31. الرشاقة. الطاقة 27. البنية 20. ردود الفعل السلبية للحشرة الأنثوية ساريا مفعول. الدودة الأنثوية سلبية. يلا نجرب المهارات بتاعتي. وبيستدعى جيانج ليتل ميمي وبيقول لها يلا نقتل الوحوش سوا، وبيفعل قدرته السامة، وفي لحظة بيختفى من أمام الوحوش وبيظهر مرة تانية وبيفعل مهارته وبيقدر يقتلهم كلهم. وبتظهر إشعارات من النظام كتيرة إن قيمة الالتهام بتزيد، وجيانج بيكلم ليتل ميمي وبيقول لها إن الوحوش دي ضعيفة ومش هتزود مستواهم. ليتل ميمي بتقول لسيدها في طعام أمامه، بيبص عليه بيطلعوا كتير فيقلق على أصحابه، فبيقرر إن يخلي ليتل ميمي تتعامل معاهم وهو ينقذ أصحابه.